السلام عليكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخوتي خواتاتي، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا بخير على خير. رمضان كريم، الله يدخل علينا بالصحه وراحه البال والايمان والصحه والسلامه وطولة العمر والرحمه والمغفره. يا رب يا رب تجعلنا ممن يقيمونه ويصومونه. اخوتي خواتاتي، كنشكركم اللي حفزني واللي دعمني واللي اشترك في القناة ومتتبعين منذ بداياتي في القناة. كيتابعوني وكي يشتركوا في القناة وكي يحفزوني بتعليق زوين. كنشكر كل من عنده يد في هاد الحاجة هادي. فأنا ممتنة لكل واحد اشترك في القناة وحفزني ودعمني ودار لي اللايك احبتي في الله. اشتركوا في القناه ديالي، فيها ما يفيد احبتي في الله، ودعمونا وشجعونا باش نزيدوا نعطيو المزيد من الوصفات ان شاء الله. فعلوا زر الجرس والتنبيهات ليصلكم جديد في فيديوهاتي. انا عجنت واحد العجين عادي، فارنه الكامله. الحق هذا غربلتها وشويه ديال المليحه، شويه زويته بلديه، وشويه هذا واحد 2 معالق كبار ديال هذا ديال الخميره البلديه. عجنتها ولكن قصحتها، قاصحه احبتي في الله. قاصح العجين شويه، ماشي قاصح وانما دابا راه خليته يرتاح. يلاه درتو في هذا، حيدتو من المكه، خليته يرتاح شويه. انا غادي نقسمو على 2 مرات، نديرو به فطائر. غادي نشد كل فطيره احبتي في الله. في الحقيقه خصني نخليهم حتى يرتاحوا، ولكن ملي فيه الخميره البلديه ما خصنيش نخليه يرتاح بزاف، وغير بالزيت البلديه. غادي غنفتح هذا العجين هذا. دلكت العجين ديالي وحاولت ندير فيه مستطيل، وانا غادي ندهنو غير بالزيت البلديه احبتي في الله. ما غاديش نستعمل الزبده هاد المره، ثم غادي ندير فيه بحال المسمن. غنجيب هذا الوسط ندهن بالزيت، ونجيب هذا عليه وندهن بالزيت احبتي في الله. ثم غادي نجيب ثاني هذا ونجيب هذا دهنته بزويته بلديه، هذا لا. صافي نخليه جانبا. نفس الشيء بالنسبه لهذا الاخر، غندلكو حتى هو حتى يولي مستطيل. غندلكو حتى يولي مستطيل. ها هو احبتي في الله، بسطو كيقولوا ولا مستطيل. ندهنو بالزيت البلديه. نجيب هذا الوسط ندهن تاني، نجيب هذا عليه، ندهن. صافي نخليه يرتاح حتى هو مع هذا الاخر اللي درت في البلاستيكه باش يرتاحوا بجوج. ها هما حبيت نسد عليهم باش يرتاحوا شي شويش ونرجع معكم. هنا عندي الحشو احبتي في الله، راه بحال هذا الفيديو اللي ما قبل هذا سميتو. هذا حشو جديد تاني، فيه نفس هذا الحشو اللي درت في الفيديو الماضي. البصله وخيزوره والجزر فيه. هذا فيه اللفت، ديك المره لا، هذه المره درت فيه اللفت، درت فيه البطاطا الحلوه، درت فيه الفلفله روميه خضراء، درت فيه الزيتون، ها هو الزيتون خضر وهذا واسود، ودرت فيه داك مصير كيجي رائع بداك المصير. وغادي نزيد عليه احبتي في الله، غادي نزيد عليه شويه ديال الحوت
ديال بونيتو اللي تحضير سابق. بونيتو درتو في الفران حتى نضج، صافي هو اللي غادي ندير عليه ونخلط. ثم غادي نخلط احبتي في الله هذا الحشو هذا باش ينسجم ليا مع داك شويه الحوت، بحال نيت الا درنا الثوم. زدت عليه احبتي في الله شويه ديال الفرماج حكيتو عليه. الفطائر لذاذ احبتي في الله اللي غادي ندير لكم اليوم، ان شاء الله غيكونوا المعجبين عندكم. دابا كنجيب كنحز هاد سميتو البلان دو طرافاي سطح العمل، نحزو شويه هكا باش ندير الحشو ديالي هنا. الحشو حدايا هنا، والزيت البلديه حتى هي ها هي هنا. غادي نجيب هذه اللي ارتاحت معنا نسبقوها، ثم غادي نطلقها على شكل مستطيل او مربع. تدلك والله ما عرفت فين مشى ليا. بسطو على هذا انه مستطيل او مربع كيف ما بغيتو، ثم غادي نقسم ثلاثه ديال هذا متساويين، نحاولوا نسويوهم. ها هما، ثم غادي هادو غادي نقطعهم على 3 المرات، يعني 9 في واحد، واحد في 9 ولا كيفاش غنقول لكم، واحد قرصه او واحد العجينه غادي نخرجوا فيها 9 ديال الفطائر ان شاء الله. داكشي باش زوينه هاد الطريقه هذه كتسربينا سميتو. غنهزو نيت هذه اللي كنا درنا فيها الفرماج، ثم غادي غندهنها بالزيت احبتي في الله. مكيبانش لكم لان سطح العمل عندي شويه ضيق. غندير هاد الفطيره ديالنا غادي نسرحها شي شويه، نسرحها نيت باش يكون عندي فين ثم كنشد هاد الفطيره هادي كنحشيها غنقسم بعدا هاد سميتو هاد الحشو ديالي على حسب الفطائر، يعني عندي 9 في 9. هاني احبتي في الله، هاني غادي نهز النص ديال هاد الحشو هذا، ثم غادي نغطي عليه. نحاولوا نسويوها، نضغطوا عليها تعطينا هاد الشكل هذا. ثم غادي نجيب الطاوه ديالي، ثم الطاوه ديالي اللي ديجا استعملت هاد ورق الزبده ديجا في تحضير سابق، دهنت سميتو بالزيت، وانا ندير هاد ورق ديال الزبده باش يشد ليا مزيان. ثم غادي ندير فيها الفطيره ديالي، ها هي احبتي في الله غنديرها هنايا. كذلك غادي ندير الباقي ديال الفطائر نسرحهم شويه هكا باش يكونوا عندنا رقاق. الا حتى كنسالي كاع هاد الفطائر ديالي، وكذلك المربع الثاني ديال العجين ندهنو بالزيت البلديه.
غادي نقطعوه. صافي احبتي في الله، كل وحده كنشدوها وكنديروا لها الحشو ديالها وكنلويوها على شكل دائره صافي، وكنديروا في الطاوه. هادشي ما كان شي حاجه سهله وناجحه تبارك الله بسيطه. ثم احبتي في الله بواحد الكيغدون كنتكيو هذوك الخبيزات ديالنا او الفطائر ديالنا بهذاك الكيغدون باش ما يتسرب لينا هذيك الحشوه في الفرن. صافي حتى هذا، وكنرشوهم بواحد شويه ديال الحبوب الشيا او بذور الشيا اللي كان فيهم شويه ديال الزريعه مخلطين مع شويه الزريعه ديال القرعه. ها هي الفطائر ديالي صافي كندهنوهم بواحد شويه الزويته بلديه وكندخلوهم الفرن. ما نقول لكمش احبتي في الله كيجيو رائعين ولذاذ. هادو في الحقيقه مخرمشين غير ملي بحر طابو، كيبقاو شي شويه كيرطبوا، ماشي بحال دوك اللي درت سابقا. رغم انهم خرجوا على 9 من الفرن كيبقاو مقرمشين، حتى هادو لذاذ بواحد الطعم خيالي. ما شاء الله على الطعم ديالهم بداك السمك اللي فيهم وداك الحشو، كيجيو لذاذ احبتي في الله. ولكن كيكونوا مقرمشين، ولكن غير كيخوطوا زعما واحد ساعه المكانه كيرطبوا شي شويه، ولكن كيبقاو بديك البنه ديالهم. بصحتكم وراحتكم احبتي بالله، واسمحوا لي الا شهيتكم. الفطائر كنعملهم وبغيت نتقاسمهم معكم ونشاركهم معكم، ان شاء الله يعجبوكم وينالوا استحسانكم ورضاكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء والعائلة لتعم الفائدة ان شاء الله، وتعم الفائدة وكل شيء يعرف ان شاء الله. اللي ما عرف يعرف، واللي عرف اللهم بارك. هكذا كنساليو هذا الفيديو. دامت لكم الأفراح والمسرات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو آخر إن شاء الله واقتراح آخر.